السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يجعله شهر الخير والبركة على المسلمين كلهم، اللهم امين يا رب العالمين. النهاردة ان شاء الله هنجدد معاكم المطبخ بأقل التكاليف. وبصوا زي ما انتم شفتوا كيف في اول فيديو بحاجات بسيطة خالص يتغير شكل المطبخ. بفوم الحجر اللي انتوا شايفينه، الورق اللي هو الورق الحائط الحجري دوت. الصراحة تحفة قوي قوي يا بنات، والله جميل جدا. طبعا دي بعض المشتريات كده اشتريتها زي ما انتوا شايفين. دول كده كانوا 4 مصافي، كانوا ب20 جنيه. هقول لكم بالاسعار اللي انا جايباها. بتبقى في عروض كده موجودة في محلات، يعني بصراحة بتبقى حلوة قوي. بص بقى، دي كبة يدوية حلوة قوي يا بنات. فيها السلاح دوت سكينتين، وفيها مضرب الخفق دوت. وبتحطيه كده زي ما انت شايفة، وبتغطيه الغطا وبتبصي حلو قوي. حلو قوي في الفرم الحاجة دي لو الكهرباء قطعة مفيش كهرباء وكده بتفرمي الحاجة بيها. حتى والكهرباء مش قطعة، يعني يعني سهل قوي في القطع واحسن من السكين. دي طبعا دي سلك مواعين كده، يعني شفتها كده زي معدن يعني كده، بس هي يعني ضعيفة شوية. يا دوبك الكوبايات الطبقة كده بس. ده قمع الحلواني زي ما انتوا شايفين. الكريم شانتيه بقى وبلح الشام وكده، ومعاه الإقماع بتاعته. ده كان ب45. والكبة اللي انا وريتها لكم دي كانت ب100 جنيه. وده بور عشان هنضف كده بيه. ده بقى الفوم الحجري اللي انا جبته. انا ملقتش غير اللون الابيض ده بصراحة، بس طلع حلو قوي، يعني هو بيوسع المكان كده وبينوره. انا جبت 3 بس الواح كده، وجبت اللي هو ورق هحط على الرخامة الورق الرخامي دوت. ده باور ده بالليمون. طبعا انا كده هنا كنت غاسلة الحيطة و... وايه وغسلتها يعني، وغسلت الرخامة عشان نحط عليها الورق ايه على نظافة تمام. زي ما انتوا شايفين كده كانت مغسولة، وسبتها اما نشفت خالص. وهنحط بقى الورق الحجري دوت. بس بصراحة حلو قوي قوي في الشكل وفي اللزق. يعني انا ما جبتش المطبخ كله، انا جبت 3 بس على قد الجزء اللي انتوا شايفينه دوت اللي انا بصور فيه. وقلت ان شاء الله ربنا يسهل كده اشوف بس بيلزق ولا، عشان كنت مش متأكدة ان هو بيلزق يعني. قلت لو كمل ان شاء الله كمل المطبخ بيه تمام. بشيل الجزء الاولاني ده زي ما انتوا شايفين. الورقة اللي ورا ديت هحطها كده على الحيطة الزق من فوق، بظبطها الاول من تحت كده واظبطها من فوق. شوفوا بس زي ما انتم شايفين عشان ما تبقاش من تحت مثلا باين الحيطه وكده. بحاول اظبطها وبشيل حرف الورق كده وايه وبثبته. انت تحاولي على قد ما تقدري ان انت الورقه اللي تشديها من ورا دي يعني تشديها كلها مره واحده. لو اتقطعت معاكي زي حالتي تمام، بتشد جزء جزء كده، بس ما تشدوش للاخر، يعني تحاولي تخليه متساوي عشان خاطر ما يتعبكيش في اللزق. او بص زي ما انت شايفه كده، شد جزء يشد الجزء التاني، بحيث ان هما يكونوا متساويين كده. وتلزقي من فوق. عرفت تشيلها كلها مره واحده تمام، برضو هتبقى حلوه قوي، هتبقى كده بس انا صراحه اتقطعت معايا. بس صراحه يعني ايه اتلزقت برضو، حاولت ان انا اشيل الورق كله واتلزق. هنا كنت لزقت ايه الورق زي ما انتم شايفين، لزقت 2. ده طبعا الورق اللي في ظهر الفوم. بص عايزه بصوا الجمال بقى، شكله حلو قوي. بص الحيطه من البتاع، تحس انه منور المكان وموسع المكان. دي الورقه التالتة هلزقها برضو هنا. لو انت وصلت معايا الفيديو هنا ما تنسنيش بقى في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وصلوا على النبي كده يا بنات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. دي بقى الورقه التالتة هلزقها كده كده. بص ما خدوش وقت. شكلا وتكلفه صراحه يعتبر مفيش تكلفه، تكلفتها بسيطه جدا. الورق يعني اللوح ده كنت جايباه ب40 جنيه.
تمام. جبت التلاتة ب120. هو كان نازل، هو كان عرض كده يعني، هو كان اول ما نزل كان ب60 اللي هو الفرخ الواحد. عملوا عليه عرض ب40 جنيه، فانا جبت التلاتة قلت انا هجربه، بس انا كنت خايفة من اللزق، كنت خايفة ان هو ما يلزقش على الحيطة. فقلت اجيب تلاتة بس اجربهم، لزقوا ما لزقوش خلاص. بس بصراحة عايزة اقول لكم اللزق بتاعه جامد جدا جدا. بصوا بقى الجمال. هنا بقى الفيشة دي، طبعا الفيشة دي ما استغناش عنها. طبعا بصوا اللزق، انا اللزق اللي بكلمكم عليه اهو، لزق ايدي كلها كانت لزق. الفيشة دي بقى هنقطع حتة كده بالسكينة، عشان الفيشة دي طبعا للخلاط، للكبة، لو بصور بعمل بحط لمبة هنا تنور لي برضو كده. تمام. كده كنت خلصت بقى الفوم الحجري، وهحط ايه بأي بقى بطاقة عندك، أي فيزا أي حاجة. دي بطاقة قديمة كانت عندي، هحط ورق اللي هو الرخامي دوت على الرخام. بس عايزة أقول لكم الورقة دي طلعت ضعيفة. إن شاء الله، بس أنا قلت إيه هحطها مؤقتا كده، ربنا يسهل إن شاء الله. تاخد وقتها، وما تتقطع ولا حاجة هجيب اللي هو الورق الرخامي اللي هو جامد شوية ده. دي طلعت ضعيفة خالص وبتقشر كده. تمام. بس شكلها حلو جدا، وهتشوفوها معايا دلوقتي. بشيل لزقة كده، وبحاول ان انا ايه اشيل الحرف بتاعه من هنا. طبعا مش تشيلي الجزء الاولاني وتحاولي تثبتيه على الرخامة، وتشدي من تحت. بص ده اللزق بتاع الفوم الحجر، لازق في ايدي صراحة. كان لزقه حلو قوي. بص بشيل جزء كده، واحاول ان انا ايه هشد الرخامة سنة كده عشان اجيبها من الحرف، ادخل حرف من جوه كده. طبعا ما تفكيش الفرخ كله، جزء كده من الاولاني تمشي جزء جزء كده، عشان ما يعكسكيش يعني. او زي ما انتم شايفين كده، بمسك الحرف واحطه كده. طبعا شديت الرخامة ونزلت كده الحرف من تحت، عشان يمسك برضه في اولها تبقى ثابتة. تمام. حاولي تثبتيها كويس، تظبطيها عشان خاطر تبقى معاكي كويسة، تطلع شكلها مظبوط، تطلع شكلها حلو. بصي بقى بتشيلي ترفعي كده. طبعا بثبت اول جزء كده، وبشيل بصي زي ما انتم شايفين كده الورقة اللي هي الجزء اللي تحت ده، وبشد كده، بشد لغاية. ده المقطع قبل ما احط. ده المقطع ده المفروض ان هو قبل اللي هي على الرخامة دي. جزء جزء كده بنشيل، جزء جزء كده بنشد الورقة من تحت. وبالفيزا بقى، فيزا او بطاقة اي حاجة كده عندك، اللي هي من اللي هو الكروت ديت. آه، ب... ب... بفرد بيها كده، بسويها كده بيها، بحيث ان لو في اي فراغات هوا ولا حاجة تطلع منها يعني. بصوا بقى شكلها اتغير 180 درجة. عايزه اقول لكم شكلها تحفه، او كان شكلها حلو قوي، كان شكلها عاجبني جدا. بحاجات بسيطه جدا، مش مكلفه خالص. ان شاء الله ربنا يسهل اكمل بقيه المطبخ منه. وهنا طبعا فتحت فتحه بتاعت الفيشه بالسكينه كده، قطعت كده جزء. بص بقى اللزق اللي كان تحتيها، مطرح اللي هو بتاع الفوم. بص اللزق كان جاي، كان لازق، شيلته، قعدت يعني انضف فيه لغايه ما شيلته. وهنا بقى جبت فرع بتاع رمضان، بتاع زينة رمضان، كل سنة وانتم طيبين. زينت بيه كده المطبخ كده، اللي هو الجزء دوت. عايزه اقول لكم كان شكله تحفه جدا. الفروع دي حلوه قوي، بتدي كده بهجه. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يا رب يجعله عيد رمضان كده سعيد على الناس كلها يا رب، اللهم امين يا رب. وكله خير وبركه كده، وربنا ينصر اخواننا المسلمين في كل مكان، وربنا يسترها كده معانا يا رب، مع ولادنا، ويكفيهم شر اي حاجه وحشه.
كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.